إذا ما انت معايا فانت ضدي وأنا ضدك، وبعلنها على الناس. قلب مبدأ التحاور لا تحدي، وخلى منطق الآراء في راس. يبا يجمع لما عنده وعندي غير ما عنده، فلا باس. إذا كان التحاور غير مجدي وطرح الراي عند البعض رفاس، نقول له يا صديقي كون هدي وخلي للحديث نكهة ومقياس، ونتناقش سوا ناخذ وندي بنية صادقة ورقي إحساس. أشوف بعدك وأنت تشوف بعدي، وبقلوب صافية من غير وسواس. كتب كلماتها شاعر الحكمة ياسر عبد الكريم عاطف حول اليمانية العليا. أداء الشاعر أبو عزة إبراهيم. إذا ما انت معايا فانت ضدي وانا ضدك، وبعلنها على الناس. قلب مبدأ التحاور لا تحدي، وخلى منطق الآراء في راس. يبا يجمع لما عنده وعندي غير ما عنده، فلا يبا يجمع لما عنده وعندي غير ما عنده، فلا. إذا ما انت معايا فانت ضدي وانا ضدك، وبعلنها على الناس. قلب مبدأ التحاور لا تحدي، وخلى منطق الآراء في راس. يبا يجمع لما عنده وعندي غير ما عنده، فلا باس. يبا يجمع لما عنده وعندي غير ما عنده، فلا باس. إذا كان التحاور غير مجدي وطرح الرأي عند البعض رفاس، نقول له يا صديقي كون هدي، وخلي للحديث نكهة ومقياس. ونتناقش سوا ناخذ وندي بنية صادقة ورقية إحساس. أشوف بعدك وأنت تشوف بعدي، وبقلوب صافية من غير وسواس. أشوف بعدك وأنت تشوف بعدي، وبقلوب صافية من غير وسواس. نخلي طابع التصعيد ودي، ونبني بالأخاء أصله من الساس. ما أريد أنفرد بالراية وحدي، لأن النقص يأتي يفتح الناس. ما أريد أنفرد بالراية وحدي، لأن النقص يأتي يفتح الناس. إذا شفت المحاور دوم شدي على رايه وماسك في يده فاس، فاعرف ان عقله تمري هندي، وتفكيره مجوف مثل ما الكاس. تبع حزبه مسجل فيه جندي، وما قالوا يقول حاضر على الراس. جوابه ان تقول شكرا افندي، انا ما قدر اناقش بعض الاجناس.